ابليس. مين هو ابليس؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد، رجعنا لكم بفيديو حصري اول باول معاكم لمتابعه الترند الاخير اللي طالع على اليوتيوب وعامل صيت كبير، ترند عيله حوارات ومشاكل. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بس متنساش الاشتراك، لايك بتاعك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اي حاجه بتنزل بيكون فيديو محمد الحلوس نازل قبلها. خلاص؟ ليه انا قلت العنوان اللي هو في الاول اللي هو ابليس؟ مين هو ابليس؟ اقول لك. عايزين نعرف مين هو ابليس. طب ما تيجي نشوف. اول حاجه امبارح محمد جوز الاء طلع قال انا هطلع ارد وافهم الناس اللي بتحصل. بقول لك يا محمد، انت متابعينك بيزيدوا من غير رد، وانا بقول لك نصيحه مني ليك، متابعينك بيزيدوا من غير رد، ما تطلعش ترد وانت كمل في محتواك والدنيا هتمشي تمام فل قوي معاك. تاني حاجة الحاج محمد رزق طلع امبارح بفيديو مهم جدا وقال ان الفيديو اللي هو بتاع سحل محمد لآلاء او ضرب محمد لآلاء، والله انا ما كنتش اعرف عنه حاجة. اللي هو الفيديو بتاع امبارح خيانة عهد. مين اللي قلنا سربه؟ اللي هو حسن اخوهم، سربوا الحمدي عشان يوقعوا محمد وآلاء. طلع قال انا ما اعرفش حاجة عن الفيديو ده، والفيديو ده والله انا لسه اول مرة اشوفه، والكلام ده كله نستنتج من هنا ان ايه؟ نعرف آلاء عايزة تحافظ على استقرار البيت، وبنت فعلا حكيمة وفعلا مش عايز تخلق جو من المشاكل، وان هي فعلا ست بتحافظ على بيتها. وطلع قال برضو في فيديو امبارح ان حمدي هو ابليس. طب هو ابليس بدون تفكير 1%؟ هل هو ابليس ولا لا؟ ده اللي هنعرف وهنجاوبه في ال3 أو 4 دقايق اللي جايين. خلاص؟ عشان نجاوب على السؤال اللي فات هنعرف دلوقتي. طيب اول حاجة يا حمدي، انت اخوك محمد ضرب آلاء مراتك، الكلام ده من زمان، واتخانقوا مع بعض زي اي حد بيتخانق مع مراته، مفيش مشكلة. ليه الفيديو ده يطلع دلوقتي؟ ليه الفيديو ده يتسرب دلوقتي؟ وحسن كمان ليه يدي لحمدي؟ لان الفيديو من فيلة حسن، فهو ادى لحمدي، فحمدي نشره. هل كده فعلا انت ابليس ولا لا؟ اول نقطة، انت بصراحة ابليس. حسن اللي بعت لك الفيديو ده، طب ما هو كده خاين، يبقى انت بتوقع بين نهال وحسن، يبقى انت كده ابليس ولا مش ابليس؟ تاني نقطة، انت فعلا ابليس. تالت نقطة، طلعت امك الحاجة سعدية ترقص وتهلل في الفيديو، بعديها ب 24 ساعة رحت مطلعها وهي بتعيط وبتقول انا مش عارفة اجيب ابني وعايزة يسيبها. تعتبر الحاجة السعدية مطلعها كأنها ايه؟ خربت بيوت، وهي فعلا كده تعتبر خربت بيوت. انها تطلع تكون بترقص وبتهلل وبعد 24 ساعة بس تروح جايه معيطه وابني مش عارفه اجيب له حقه وكده، وانت اللي مطلعها وانت اللي محرضها على انها تخرب بيت مين؟ محمد وآلاء. يبقى انت كده ابليس ولا مش ابليس؟ 100% ابليس. كده بدل النقطه بقوا 3. طب هل فعلا انت ابليس؟ يبقى انت كده فعلا ابليس. يا حمدي، قناتك قناه كبيره وانت يوتيوبر كبير، لازم تركز في محتواك ومالكش دعوه بالمشاكل. حتى لو مشاكل بلاء، يعني انتوا برضو في الاخر اخوات، كنتوا عاملين عيلة، ويعني عيلة كبيرة مع بعض. ليه تفككوا العيلة دي؟ ليه تطلعوا تسريبات ما ينفعش انها تطلع؟ غير ان فعلا انت متغاظ من محمد وآلاء لانهم في تدريج تصاعدي، وانت ثابت. انت خايف لحسن يجيبوك. ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر المشاهدين. ركز يا حمدي في محتواك وربنا يهدي سركم. انتوا عيله كبيره، عيله ما ينفعش اللي بيحصل لها دلوقتي. بقول لمحمد وآلاء زي ما انتوا مركزين في محتواكم، استمروا في التركيز في محتواكم، بس في نفس الوقت اتمنى تكون فعلا مراتك يا محمد حامل، وما تكونش زي ما حمدي قال معاه الخطه البديله والكلام ده كله، لان انت فعلا هتخسر متابعينك لو الموضوع ده غلط. ولو انت صادق يبقى ربنا باذن الله يقومها لك بالسلامه. وكده يبقى احنا قلنا اخر تطورات امبارح وفيديوهات امبارح واللي طلع امبارح. الفيديو ده لسه هينزل النهارده العصر، فيبقى في تطورات تانية وفيديوهات هتنزل تانية. فمتنساش زي ما بقول لك تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان هوصلك للحقيقه دايما. وكده يكون الفيديو ده خلص. محمد الحلوس بيقول لكم السلام عليكم.